عليكم. المهم مرحبا بينا حنايا في بلديه كراكده، رانا في جبل الملح. نتمنوا من السلطات يدعموا السياحه هنا في بلادنا، ومرحبا بكم. نتمنوا تزوروا هاد البلايص. يعني البلايص واش يعجبوك فيه؟ مليحه، مناطق بيض كاع كيما كانت، فيها بلايص شابين تاع السياحه كيما بريزينا. هنا جبل الملح بزاف صوالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تابعتم معنا، نحن الآن متواجدون بجبال الملح ببلدية الكراكدة بولاية البيض. يعني والله العلي العظيم لا مناظر جميلة جدا تسر الناظرين. ما يعيبها هو غياب لمسة المسؤول المحلي بولاية البيض، خاصة أرباب السياحة. ومن هذا المنبر نطلب أرباب السياحة على رأسهم السيد مدير السياحة بزيارة هذا الموروث الطبيعي، ولما لا استغلالها الاستغلال الأمثل في الاقتصاد المحلي البيضي بإنشاء مصانع الملح على سبيل المثال هنا. وشكرا. قلت على أبا نبدا من أبا. قال لي هذا القصر أنا كي عقلت عليه لقيته كاين، ومن أبا ليا عقلت عليه أنا كيما راكم تشوفين لقينا كاين، واش تاهو البني زادوا فيه. القصر القديم هذا هو منا ولتحت، ها كيما هذو زادوهم هذو بعد السلسلة فيليا، وهذا قديم. وش من العام مبني هذا الحاجة؟ لا تقديرات هذا وينه القصر هذا تاع الكراكدة؟ حودي أنا كي نقول لك هذا صح حسبوا من بالي شحال هي زي في 12 بالك زي في 12 من 12 من 1000 هي روح ذاها من هي والقاها كسر. وشكون اللي كانوا ساكنين هنا الحاج؟ هنا ساكنين كيما راه ساكن القاش. طيب راني فهمتكم. عاود فهمنا احنا. اللي عنده بحيرات هذا شادينه، هاو يفلح فيهم، يدير الخضره ويدير الزرع ويدير القمح. واللي ما عندهش ثاني رانا احنا يقول مكتوب الماء والطعام وتافيله لو قربها لينا نادى، ما يعرف تافيله لا نوال. هي حتى مر ليها وكل فيها الطعام وشرب ماها وقعد فيها ولا احنا يقول له الشيخ احمد بن الاخضر من